السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في القناة وفيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون من الحلويات التقليدية. رايحين نحضروا أغربية اللي تجي مشقة بثلاث مكونات فقط، الوصفة الأصلية بدون أي إضافات. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم وتنال الرضا تاعكم. نخليكم مع بقية الفيديو تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا. أول حاجة عندي هنايا عبر من سكر غلاس. بالنسبة للمكونات راكم راحين تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. نحتاجو عبر تاع سكر غلاس، هنايا تعبروا الكيلة اللي تحبوها. أنا درت جوست كمية صغيرة فقط. نضيف معها عبر من السمن. السمن هو السر باش يعطينا غريبية اللي تجينا ناجحة وتجينا مشقة كذلك. هنايا لما كانش متوفر السمن ديروا نص عبر تاع دهان تاع زبدة من الأحسن، ماشي مارغارين، هكذا باش تتحصلوا على أغربية من أروع ما يكون. أنا درت هنايا تقريبا 3/4 العبر تاعي سمن، والباقي كنت كملته بالزيت. هنايا أنا رايحين نخلطوا هاد المكونين جيدا حتى يتجانسونا مع بعضهم. هنايا أنا رايحة نخدمهم بالباتور هكذاك باش نسرع العملية على نفسي. أنا رايحة نخلط جيدا هذاك السمن والزيت والسكر غلاس مليح مليح حتى رايح يبيض الخليط. أنا رايحين نتحصلوا على تقريبا كيما لا كريم وبور. كما رايحين تشوفوا الخليط كيفاش يبيض معنا. هنايا بعد ما نطلعوها مليح مليح نقدروا نخدموا باليدين ولا بالباتور هكذاك باش نسرعوا العملية على أنفسنا. بعد ما تحصلت على هاد القوام طلعت لي مليح هذاك السمن مع سكر غلاس وتفتح اللون تاعهم اصبح هكذا ابيض. ضفت عليهم رشه من الملح، نخلطوا جيدا اون سباتول ولا جوست باليدين. من بعد مباشره انا رايحين نضيفوا 3 كيلات من الفرينه. نضيفها هنايا مباشره، ما نضيفوهاش تدريجيا. ونضيف معهم كذلك قرصه ولا رشه صغيره تاع على رأس الملعقة تاع خمارة الحلويات هكذا باش نتحصلوا على غريبية. هذه كذلك رايحة الإضافة رايحة تعطينا هذيك الغريبية المشقة. من بعد هنايا مباشرة نبدأ نجمع في نخلط في جميع هذوك المكونات. هنايا بديت هكذا بلا سباتول، من نزلت شوية هذيك لافارين من بعد مباشرة بديت نخدم باليدين حتى نجمع كامل هذاك الخليط ونتحصلوا على عجينة. كما رايحين تشوفوا القوام تاعها. هنايا هذا هو القوام تاع العجينة، ما نضيفوش الفرينة. لكن إلا جاتكم شوية قاصحة هذيك العجينة ضيفوا لها ملعقة ولا 2 من الزيت حتى راكم رايحين تتحصلوا على القوام اللي راكم رايحين تشوفوه معايا. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصلوا عليه. هنايا نتحصلوا على عجينه تجينا مرمله وكذلك تجينا تتشكل بكل سهوله. هنايا يعني رايحه نشكلها الى كريات هكذا بالطريقه المعروفه اللي نشكلوا بها الغريبيه ولا المونتيكاو، كل منطقه وكيفاش يسموها. هاد الحلوى السهله والبسيطه في التحضير تاعها، وكذلك المكونات تاعها ماشي مكلفه، ما فيها لا بيض لا والو. تقدروا تخدموها بالزبده ولا بالزيت ولا بالسمن، راكم رايحين تتحصلوا على نفس النتيجه. الا خدمتوها بالزيت كذلك طلعوا الزيت جيدا مع السكر غلاس هكذاك بالباتور حتى تحصلوا على قوام كريمي. من بعد ضيفوا له الفرينه، كما رايحين تتحصلوا على نفس النتيجه. السر تاع الغريبيه تاعنا يكمن في الطياب تاعها ماشي في طريقه التحضير.
يعني هنايا نعرفوا كيفاش نطيبوا الغريبيه تاعنا. بعد ما نشكل هنايا كامل هذيك الكميه تاع العجينه اللي كنت حضرتها كما شفتوا معايا، حضرت كميه صغيره فقط هكذا باش نشارك معكم الوصفه. من بعد هنايا مباشره نديروا لها هذيك الرشه تاع القرفه، كما من نقولوا غريبيه نقولوا دائما قرفه معها. ندير لها هنايا قرفه على السطح تاعها. سخنت الفرن تاعي على 200 درجه من الفوق ومن التحت. هنايا من المستحسن اننا نسخنوا الفرن تاعنا من التحت فقط. انا الفرن تاعي يشعل من الفوق ومن التحت، ما عنديش لوبسيون تاع من التحت فقط. دونك كنت دخلت السنيوه تاعي من التحت كاع في الرف التحتاني كامل نخليها. كنت خليتها غير شفتها هكذا بدات تتشقق، طفيت عليها وخليتها حتى بردت تماما بعداش قدمتها. وفي الاخير هاوينا الشكل النهائي تاع الغريبيه تاعنا بعد ما كنت خرجتها من الفرن. خليتها حتى بردت تماما حتى تشد روحها مليح مليح. كما قلت لكم الغريبيه نطيبوها جوست من التحت، ما نحتاجوش اننا نحمرها من الفوق هكذا. بهذا الشكل انا رايحين نتحصلوا على غريبيه اللي تجينا مشقه وتجينا محافظه على الشكل تاعها، وكذلك هي رايحه تجينا طريه تذوب في الفم. هذه هي كانت بالنسبه للوصفه تاعي معكم لنهار اليوم. انا رايحه نفتح لكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجوها مع احبابكم واصدقائكم، والى جربتوها ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم وتبحثوا لي تطبيقاتكم على الصفحه تاعنا على الفيسبوك اللي هي ميميكوك، ولا صفحتي على الانستغرام اللي هي @mimikook 01. فوالا اي راح تطلع لكم الانستغرام تاعي في اول الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم على طيب المتابعه. دمتم اوفياء للقناه، والى الملتقى مع فيديو جديد، وصفه جديده او فكره جديده باذن الله.